قطيعة مع الفساد المالي والفساد بجميع أنواعه الاقتصادي رهين بانتخابات، لأن الفساد المالي في المغرب أعتقد بأنه مسألة عقليات. أن نقطع مع الفساد المالي هو أن نقطع مع عقلية متجذرة في المخزن، في الآليات الخاصة والعامة لإنتاج الاقتصاد وإنتاج باقي بنيات الفساد المالي في المغرب. تنتمناو ان هذه الانتخابات ان شاء الله تقضي على الفساد ويزيد ان شاء الله المغرب ديالنا للقدام. لا اعتقد كون كانت انتخابات تقدر تغير شي حاجه في المغرب وتقضي على الفساد كون غيرت السنوات هذه. اعتقد بان الانتخابات الجايه ان شاء الله غادي تحد من الفساد الاداري اللي كاين، والى كاينين شي ناس اكفاء اللي غادي يحدوا من هذه الظاهره المتفشيه، بحكم أن ستتكرر نفس الأصوات، ستتكرر نفس الوجوه، لأن بنية النظام لا زالت هي التي تحكم، إضافة إلى أن وزارة الداخلية هي التي تحكم في الانتخابات، وبالتالي ما دامت الداخلية هي التي تحكم في الانتخابات فإن لا يمكن صناعة نخبة جديدة قادرة على مواجهة التطورات الحديثة والمراهنة على الشباب. آراء مغربية أخرى في انتخابات المغرب بين مؤيد ومعارض. إطلالة أخيرة على غرفة الأخبار وعلى نتائج الاستفتاء الموازي لحوار اليوم. أحمد عبد الرازق لديه التفاصيل. أحمد. نور، في عجالة سؤال استفتائنا لليوم يقول: هل تشكل الانتخابات المغربية بداية تغيير حقيقي في الحياة السياسية؟ النتيجة حتى الآن تشير إلى أن 30% قالوا نعم، بينما قال 70% لا. إليك نور. شكرا جزيلا لك أحمد. هذا الجزء التلفزيوني من نقطة حوار انتهى.